مملكة البحرين. وأما مملكة البحرين التي عرف أهلها بالطيب فقد حباها الله بالأمن والأمان وطيب العيش والسلام، ومع ذلك فلم تسلم من كيد الخائنين والحاقدين. ففي سنة 1996 للميلاد كانت لدولة إيران وحزب الله الشيعي محاولة لقلب نظام الحكم السني بقوة إلى نظام حكم شيعي موال لإيران، وذلك عندما بدأ المخطط الإرهابي يعد له في عام 1993 ميلادية، والذي انكشف أمره عام 1996 للميلاد. حسب الاعترافات المسجلة أمام قاضي التحقيق بقيام المتهمين بتأسيس تنظيم إرهابي أطلق عليه حزب الله البحرين بإيعاز وترتيب وتمويل من جهاز مخابرات الحرس الثوري الإيراني عام 1993 للميلاد بمدينة قم الإيرانية، وذلك بهدف تجنيد 3000 شخص شيعي من البحرين وتدريبهم تدريبا عسكريا في الخارج لقلب نظام الحكم في البحرين بالقوة وإقامة نظام شيعي وموال لإيران. لقد كشفت الاعترافات عن دعم ومساندة السلطات الإيرانية لما أطلق عليه الجناح العسكري لحزب الله البحرين، ومتابعة وتمويل كل أنشطته وتأسيسه بإيران وتأسيس مقره الرئيسي في مدينة قم، وتزويده بالأجهزة اللازمة وتدريب عناصر من الشباب البحريني الشيعي تدريبا عسكريا على استخدام الأسلحة والمتفجرات وكيفية صناعة المتفجرات محلية الصنع، بدءا بأحد المعسكرات التابعة للحرس الثوري الإيراني ثم انتقل إلى معسكرات حزب الله بلبنان. وجاء في اعتراف المجموعة الإرهابية المسلحة بما يسمى بالجناح العسكري لحزب الله التي تم القبض عليها أن عملية تهريب الأسلحة كانت بمساعدة أحد ضباط المخابرات الإيرانية والذي كان عن طريق البحر، وكانت هذه العملية عام 1994 للميلاد. وقد استطاعت بفضل الله تعالى أجهزة الأمن البحرينية كشف المتآمرين والمسلحين وضبط الأسلحة التي كشفت التحقيقات أن حزب الله الكويتي في دولة الكويت كان له دور في معاونة تهريب الأسلحة داخل البحرين لحزب الله البحريني مع تعاون المخابرات الإيرانية وحزب الله اللبناني. أن دولة إيران كانت لها محاولة سابقة في بداية الثمانينيات إبان الثورة الخمينية في إيران، وذلك بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة إلى نظام شيعي موالي لها. وجاءت يد الإرهاب تقتل وتحرق وتدمر وتحرض. بدأ المجتمع البحريني المسالم يشهد نوعا جديدا من الجرائم الداخلية، فهتافات الشيعة وشعاراتهم كانت تتردد في مسيراتهم ومنشوراتهم بالموت لآل خليفة والموت للسنة الوهابية، حيث قالوا في اعترافاتهم أننا لم نعرف لماذا قتلناهم سوى أننا تلقينا الأوامر بقتل أشخاص معينين، وذلك لإشاعة الرعب في قلوب الجميع. الموت خليفة، الموت خليفة، الموت خليفة، الموت خليفة، الموت خليفة، الموت لأنه ما قدروا يموتون حياتكم وانتم في السوق. هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. فيد الخراب والدمار امتدت إلى الممتلكات الخاصة والعامة، حتى المجالس لم تسلم من هذه الأعمال الإرهابية. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا
أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وهذا أحد رجال الأمن الذين أفنوا حياتهم في خدمة وطنهم وحفظ أمن المواطنين، أحرق حتى الموت. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وهؤلاء 4 من رجال الأمن البحريني أحرقوا في سيارة الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم الأمني. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. حتى هؤلاء الآسيويين المسلمين الذين وفدوا على البحرين لكسب لقمة العيش لم يسلموا من هذه الأعمال الإرهابية، فقد رميت عليهم زجاجة حارقة إلى داخل المطعم الذي يعملون فيه وأغلق عليهم باب المطعم فماتوا عن آخرهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. وانظر ماذا فعلوا بهذا الشرطي البحريني الوفي إبراهيم السعيدي الذي قام المجرمون الرافضة باستدراجه وقتله بطعنات غادرة ثم رموه في مستنقع على قارعة الطريق دون أدنى رأفة أو رحمة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. البحرين لم تشهد حوادث